احمد التويزي البارح قال واليوم قال. البارح كيقول ان المعامل اللي كطحن الدقيق مدعم كيطحنوا معاه الورق، واليوم كيخرج كيقول انا كنت كنقصد كيتلاعبوا بالورق ديالو، يعني المعاملات الماليه ديالو. علاش؟ لان بعض هذا التصريح اللي قال وتسمع في انحاء المغرب ووصل العالميه، القنوات التلفزيونيه العالميه تكلموا عليه، والسيد ندم على ذاك النهار اللي قال فيه هذا الكلام. لكن راه ماشي قالوا تلقائي، راه الله سبحانه وتعالى هو اللي نطقوا، الله هو اللي خلاه يقول هذه الكلمه هذه، لان الله دائما مع الفقراء كينظر لهم. حيت في المغرب راه تا واحد ما كيفكر في الفقراء الا الله، اما هادو اكلوا لهم حقوقهم. المهم نقولوا حنا هو كيقصد التلاعب في المعاملات الماليه نتاع الدقيق والورق نتاعو يعني. وعلاش هو ما يتكلمش مع النيابه العامه، والنيابه العامه تفتح تحقيق في هذا الموضوع هذا من زمان، ولا الكلمه خرجت من قلبه وخرجت من لسانه بدون ما يشعر رب العالمين راه مراقبكم وعارفه شنو كديروا في هذوك الفقراء. مع العلم ان الورق في المغرب فيه ماده سامه، وهذه الماده السامه كتنقل باللمس وكتسبب السرطان. اما هنايا في اوروبا ممنوعه تحط في الجرائد والورق اللي كيقراو فيه ولادهم.